يا خبر ابيض، ايه اللي انا شايفاه ده؟ ايه ده؟ ده برميل المفروض ان انا ببقى حاطه فيه اي حاجه مثلا زي ادويه، سلوك، لونط، بحطها للطيور عندي. فوجئت دلوقتي ان فيها فاره والده. دي فئران صغيره جدا. شوفوا بقى المنظر عامل ازاي، يعني هقول ايه بس. تعالوا نشوف هنتعامل مع الكائنات دي ازاي. بصوا بقى، انا طلعت دلوقتي، احنا بالليل، شايفين احنا بالليل خالص اهو، شايفين الدنيا ضلمه خالص اهو. انا طالعه دلوقتي فوق السطح احط ادويه للحمام وابص على البطايه اللي راقده. فوجئت كده، يعني انا قلت اطلع من هنا البرميل ده. يعني الحاجات اللي انا مش محتاجاها بحطها هنا، مثلا علافات، سقايات. وجيت الحاجات بتلعب جوه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا هنشوف ايه الكائنات دي دلوقتي، بس نطلع الاول الحاجات اللي ملهاش لازمه وربنا يسترها بقى. خليكم معايا. بصوا انا بفضي اهو، شوف هنتعامل ازاي مع الكائنات دي. امسك كده يا عمر. طبعا ادلوها بحالها دي ولا اعمل ايه يا رب في اللي انا فيه ده. اديني فضيته خالص اهو، مش هقدر اكمل اكتر من كده عشان بصراحه الوضع مقرف. طيب امسك يا عمر كده. نحاول بقى نشيل بقى كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. استغفر الله العظيم يا رب، حاجه تقرف يعني والله. كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. بصوا المنظر. هي مخلفه قد ايه لك هنا؟ 5. 5 في وش العدو. جايبه 5 في وش العدو. فين يا ابني السادس؟ اهو 6. ها ما تصوتش. 2 4 6. خبطتك معلش. تعمل نفسك ميت. لئيم زي امك. ده انتوا كلتوا مني حمام قد كده، وكلتوا مني بط صغير قد كده، مش انتوا اهاليكوا. في حاجه تانية يا ابني؟ انا وصلت للكارثه اللي انا فيها دي، وكنت عماله ادور يا رب مكانهم فين. كل ما اطلع لسه طالعه النهارده الاقي الزغلوله ميته، متاكله مش ميته. اتعدل اتعدل اتعدل. ايه القرف ده؟ عامل نفسك ميت انت كمان. اعمل فيكوا ايه؟ طب انا اعمل فيهم في دول ايه؟ اقدمهم للقطط وليمه ولا اعمل فيهم ايه في القرف اللي انا فيه ده؟ يعني البطايه كانت بتفقس عندي، كل ما اطلع الاقي عيالها متاكلين. كل اللي يفقس يتاكل، كل اللي يطلع من البيض يتاكل. كل ده وانا مفكره ان البط بيموت لوحده، بس كان بيختفي يعني. اتاري الفيران كانت قايمه معايا بالواجب. طب احنا هنحاول نحطهم في كيس ونربطهم ونرميهم في اي حته، عشان مش هينفع نسيبهم بالوضع ده لانهم اذيني يعني. وتعالوا بقى نشوف البطايه اللي راقده. انا عموما انا جبت لهم النهارده سم فران، كنت هصور لكم النهارده وانا ببدره. سم بودره كده بتتبدر على الحيطان وبتمنعهم يعني ان هم يدخلوا المكان. فلعل وعسى يعني ان شاء الله باذن الله يعني يجيب نتيجه كويسه. يلا بينا بقى نشوف البطايه اللي راقده. انا بالليل طالعه بص اهو عليها. سامحوني بقى الاضاءه مش قد كده، بس انا علشان
ببص بكشاف الموبايل بس علشان اعرف افرز البيض يعني. خليكم معايا بس. بسم الله. اصبري بقى اما نشوف. بسم الله. بصوا ما شاء الله ازاي. قرب يا عمر كده من البيضة. بصوا بتلعب ازاي. ثبت يا عمر. بص. هنشوف غيرها. اصبري بقى اصبري. اصبري. بسم الله. شوفهم بقى نقصوا ولا ايه. ادي 4 5 10 كده. هما كلوا واحد. ما تحركش ايدك يا عمر. بصوا اهو اهو. بصوا ما شاء الله بيلعب جوه ازاي اهو. ده الجنين جوه يا جماعه. ده الجنين جوه. اللي عايز يفرز البيض دي طريقه فرز البيض. طيب تمام كده احنا خلصنا هنا. نكمل بره بقى. نشيلهم نحطهم في الكيسه دي اهي. وهنربطهم ونرميهم بقى لمسواهم الاخير بدل ما يكبروا وياكلونا. بصراحه هم مبهدليني بقى لهم فتره مبهدليني. صوتوا بقى تصوتوا على عمركم. مصيبه في الكيس ده. ده كده مصيبه. او قولوا لي في التعليقات ادفنهم ولا اعمل ايه. بس هو كده كده مصيرهم خلاص جه يعني. بصوا المنظر. دي حالة ايه يا عمر دي؟ سالمونيلا. ده برد يا جماعة. ده برد. انا نضفت لهم طبعا احنا فوق السطح فالجو بالليل بيسقع. ده برد شديد اهو. شايفين المنظر عامل ازاي. طبعا انا عازلاه على جنب عشان اعرف اتعالج معاه يعني. اتعالج اشوف هعمله ايه. بصوا انا لسه جايبه له ايه. تعالى يا عمر كده. بصوا انا لسه جايبه اهو العلاج ده وده. يا رب بس يكون واضح عشان احنا بالليل بنصور بالليل. جبت دوت اللي هو انتينال مسهل انتينال للاسهال يعني. ودوت مضاد حيوي اللي هو بديل تدراسايكلين اللي انا دايما بقول لكم عليه. فاديت برشامه وبرشامه وربنا بقى يشفيهم يعني. وكذا حاله حصلت ظهرت عندي دلوقتي فربنا يستر يعني زي ما انتم شايفين كده. وريهم يا ماما. بصوا المنظر يعني لا يسر عدو ولا حبيب خالص. منظر ربنا يسترها بقى. طبعا انا هغير الميه دلوقتي واحط لهم مضاد حيوي. هحط لهم المضاد الحيوي ده فربنا يسترها بقى. بحط لهم مرهم ده. جبت لهم المرهم ده زي اللي هو تروميسين يعني. تقريبا هو زي التروميسين او تروميسين. المرهم دوت بندهن في عينيهم علشان برضو عينيهم بتدمع كده. مش عارفه يمكن بسبب السخونيه الصبح والحر ولا من البرد. فالله المستعان بقى. على العموم باذن الله اول ما اوصل لنتيجه هقول لكم يعني ان العلاج ده فعال واستخدموه.